لو معاك 500 مليون جنيه اوعى تعمل زي المجنون بارينجر. في بداية القرن العشرين كان في حفرة ضخمة في وسط الصحراء في أريزونا في أمريكا. العلماء قالوا دي حفرة بركانية من آلاف السنين، لكن راجل واحد بس كان شايف غير كده. دانيال بارينجر. راجل مش جيولوجي بس، ده كان مغامر ومخترع ومستثمر. بارينجر قال لأ، دي حفرة نيزك ضخمة. اصطدم بالأرض، الناس ضحكت عليه والعلماء قالوا له أنت فاهم غلط، بس هو مهتمش بكلامهم واشترى الأرض دي وبدأ يحفر، وقال النيزك الكبير مدفون تحت الأرض وأنا هطلعه. حفر سنين طويلة، صرف وقتها أكتر من 600 ألف دولار. يعني تفتكر ده رقم صغير؟ النهاردة الرقم ده يساوي أكتر من 10 مليون دولار، يعني أكتر من نص مليار جنيه مصري. وبعد ما حفر ملقاش النيزك ده لأنه اتبخر لحظة الاصطدام العنيف بالأرض، والناس قالت مجنون ضيع فلوسه على ولا حاجة. برينجر مات سنة 1929 من غير ما يثبت فكرته، بس بعد سنين ومع تقدم العلم أثبتوا فعلا إن هو كان على حق. الفوهة دي ناتجة عن اصطدام نيزك بسرعة أكتر من 40 ألف كيلومتر في الساعة، واتسمت فوهة بارينجر تكريما ليه بعد ما مات. القصة دي مش بس عن نيزك، القصة دي إنك تصدق نفسك حتى لو الدنيا كلها ضدك، عن الإيمان والتضحية والصبر. ويمكن اللي بتعمله النهاردة يتفهم بعدين واسمك يفضل حي للأبد.